يوم الثلاث اللي فات حصلت مشكله في الانترنت الارضي في مصر ادت الى انقطاع الخدمه وتاثير غير مسبوق. والمشكله دي ما قعدتش كام دقيقه ولا كام ساعه، لا ده قعدت فتره طويله جدا، تقريبا طول اليوم في انقطاع في خدمه الانترنت الارضي في بعض الاماكن في بعض المحافظات في مصر. بس ايه السبب فعلا اللي ادى الى هذا الانقطاع؟ هل هو مثلا كابل بحري اتقطع او كابلات بحريه اتقطعت، ولا مشكله فنيه داخليه؟ طب لو مشكله فنيه داخليه مين المتسبب فيها او انهي شركه هي اللي عندها المشكله ديت اللي ادت الى تاثر جميع الشركات؟ وهل الموضوع هيعدي كده عادي، ولا الشركه المتسببه في هذا الضرر هتعمل تعويض للمستخدمين اللي اتاثروا من هذا الضرر؟ وليه لما خدمه الانترنت الارضي وقعت وحصل فيها مشكله خدمه الفور جي كمان وقعت، او مش وقعت قوي ولكن كانت ضعيفه جدا وفيها مشاكل كتير جدا بمجرد ما الانترنت الارضي وقف؟ لان احنا كلنا متعودين مجرد ما يحصل اي مشكله في الانترنت الارضي او الواي فاي بنفتح الداتا على طول. فتخيل الانترنت الارضي فيه مشكله حصلت، تفتح الداتا تلاقي برده مفيش انترنت او انترنت سيء جدا. فايه السبب في المشكله ديت؟ كل ده بقى هنعرفه في فيديو النهارده. فبالتاكيد طبعا قبل ما نبدا ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم وانزلوا اشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين علشان يوصلكم كل جديد. المشكله اللي واجهها المستخدمين يوم الثلاث اللي فاتوا بكل اختصار هو توقف التليفون الارضي نفسه. التليفون الارضي نفسه ما كانش شغال، كان لما تيجي ترن على الرقم الارضي بتاعك بيديك مرفوع من الخدمه او ما بيجمعش اصلا، ولو جيت ترفع سماعه التليفون الارضي فما بيجمعش انت تتصل اصلا باي حد. وبالتالي انت لما بتركب السلك بتاع التليفون في الراوتر لمبه دي اس ال بتنور لان في حراره كده او انت كده متصل بالكابينه، ولكن الراوتر ما كانش بيسحب اي بي لان الكابينه ديت مش متصله بالسنترال، او السنترال نفسه اصلا مش قادر يتصل بالسيرفرات الرئيسيه بتاعه الشركه اللي المفروض انت تبقى متصل بيها. فانت لو اتاثرت بالمشكله ديت كنت هتلاحظ ان لمبه الانترنت عندك اصلا ما بتنورش لان الراوتر ما بيسحبش اي بي، او منوره اللون الاحمر، ده معناه برضو ان الراوتر مش قادر يسحب اي بي. طبعا عارف ان معظم الناس اللي بتتفرج رستار الراوتر 50 مره علشان يسحب اي بي او لمبه الانترنت تنور بس ما نورتش، وده اصلا ملوش علاقه ان انت ترستر الراوتر. كده اصلا مجرد ما الخدمه ترجع هو اوتوماتيك اصلا بيقعد يحاول يعمل اوثنتيكيشن كل عدد معين من الدقائق كده، ومجرد ما الخدمه ترجع هتلاقيه عمل اوثنتيكيشن وسحب اي بي ولما الانترنت نورت لوحدها اصلا من غير ما انت تعمل ريستارت. المشكله دي ما حصلتش في كل الاماكن، حصلت في بعض الاماكن او اغلب الاماكن وعلى فترات مختلفه. يعني كانت مثلا مقطوعه في اماكن معينه وبعد كده رجعت في اماكن معينه فقطعت في اماكن تانية كانت شغاله فيها، وحاجه كده كانت ملخبطه على مدار اليوم كله، لحد ما في نهايه يوم الثلاث الخدمه رجعت عند كل المستخدمين بشكل كامل. طب ايه بقى السبب في المشكله دي؟ هتلاقي كان في اخبار طلعت ان في كابل بحري اتقطع، في اخبار تانية طلعت ان في كابلات مش بحريه ولكن داخليه اتقطعت برضو، هتلاقي اخبار طلعت ان في عطل فني في المصريه للاتصالات. ولكن انت بقى سيبك من كل الكلام ده، السبب الرئيسي اللي ادى الى انقطاع خدمه الانترنت الارضي في مصر هو عطل تقني في احد الاجهزه بتاعه الشركه المصريه للاتصالات. وده نفس الكلام اللي صرحت بيه الشركه المصريه للاتصالات، وهقول لك دلوقتي ليه فعلا الكلام ده صح 100% ومفيش حاجه اسمها ان كابل بحري اتقطع او كده. والبيان بتاع المصريه للاتصالات بيقول ان في عطل تقني يؤثر على خدمه الانترنت ببعض المناطق وجاري استعاده الخدمات في اقرب وقت ممكن. اعلنت الشركه المصريه للاتصالات عن تاثر خدمات الانترنت في بعض المناطق وبعض محافظات الجمهوريه نتيجه عطل تقني اصاب احد اجهزه الشبكه الرئيسيه، وقد قام فريق العمل باصلاح العطل وجاري استعاده الخدمه بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهوريه، وسيتم استعاده الخدمه بشكل كامل خلال الساعات القادمه. اللي خلى اشاعه ان في كابل بحري اتقطع ديت تنتشر هو تويته طلعت من شركه نت بلوكس، وللاسف التويته دي اتفهمت غلط. شركه نت بلوكس ديت هي شركه اتاسست سنه 2017 وشغلها هي ان هي بتراقب امن الشبكات وبتراقب الانترنت نفسه والترافيك بتاعه وبتوفر تولز علشان تراقب بيها تقطع الانترنت او المشاكل اللي ممكن تحصل في الانترنت. الشركه دي بقى نزلت تويته بتقول ان المقاييس اظهرت اضطرابا كبيرا في الاتصال بالانترنت في مصر، والاضطرابات ديت منسوبه لكابلين بحريين اسمهم اف اي وسيمي وي 4، وبيقولوا زي ما ظهر كده في الرسم البياني ان الاتصال دلوقتي هو 64% من المستويات العاديه اللي الاتصال بيبقى فيها في الظروف الطبيعيه. ولو تلاحظوا فعلا ان الترافيك على الكابلين دول كان بيوصل لمستويات ال 100% وينزل كده ل 90% على حسب الضغط اللي عليهم في الوقت ده او على حسب الوقت نفسه، ولكن في اليوم ده تحديدا اللي هو يوم 5/12 الترافيك نزل ل 64%. هل ده بقى معناه ان الكابلين دول اتقطعوا؟ لا طبعا، لان هم لو اتقطعوا ما كانش هيبقى فيه ترافيك اصلا، ما كانش هيبقى فيه ال 64%، ولكن الطبيعي ان بما ان الكابلين دول شغالين وفي ضغط عليهم وبيتم استخدام الخدمه منهم وبيمر الداتا او البيانات بتمر منهم، فيبقى الاستهلاك منهم 100%. انت مستهلكهم كلهم بناء على عدد المستخدمين الضخم عندك اللي فعلا بيستهلك كل موارد هذه الكابلات. ولكن ايه اللي خلى الاستهلاك ينزل ل 64% من الكابل ده؟ هو ان انت كان عندك اصلا مشكله داخليه، المشكله ديت خلت الناس مش عارفه تستخدم الخدمه اصلا. الانترنت فاصل عند الناس فمش قادرين يستخدموا او يمرروا او يسحبوا داتا من الكابلات ديت، فبالتالي ده ادى الى ان الترافيك نفسه او الداتا اللي بتمر في الكابلات ديت ما بقتش كتير، لان المستخدمين اصلا عندهم مشكله داخليه مش قادرين يوصلوا بالكابينه اللي جنبهم علشان يسحبوا انترنت فيجي لهم من بره عن طريق الكابلات البحريه
فما بقاش في ضغط على الكابلات دي. واكبر دليل على ان هي مش مشكله خارجيه في الانترنت نفسه او في كابل بحري او الكلام ده كله هو ان التليفون الارضي نفسه هنا قطع عندك. انت عندك مشكله بين الكباين وبعضها، وربط الكباين دي بالسنترال، وربط السنترال بالسنترالات الرئيسيه، وربط السنترالات الرئيسيه ديت بخوادم الشركه. فانت اصلا كان عندك مشكله داخليه. لو كابل بحري بره اتقطع، انت المفروض عندك الشبكه الداخليه اللي جوه نفسها تبقى شغاله، يعني على الاقل تلاقي التليفون الارضي شغال، انما انت الشبكه الداخليه نفسها هي اللي كان فيها مشكله. تعالوا بقى قبل ما نروح نعرف ليه ال4G وقع او كان بطيء جدا، تعالوا كده نتكلم عن موضوع التعويضات، الحاجات كده اللي بتعجب الناس. ايه التعويض اللي الشركه المصريه للاتصالات صرحت ان هي هتديه للمستخدمين علشان الانقطاع اللي حصل في الخدمه؟ بمجرد ما المشكله اتحلت، فالمصريه للاتصالات اصدرت هذا البيان، بتقول انتظام خدمات الانترنت بالكامل على مستوى الجمهوريه وتعويض جميع العملاء ب 10 جيجا بايت على جميع الباقات. القاهره في 6 ديسمبر 2023 الساعه 2 صباحا اعلنت الشركه المصريه للاتصالات انتظام خدمه الانترنت بالكامل على مستوى الجمهوريه. كما تؤكد الشركه انه لا صحه لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قطع باحد الكابلات البحريه. وتعرب الشركه عن اعتذارها للعملاء الكرام عن هذا العطل الطارئ، وستقوم الشركه بتعويض العملاء المتضررين وايضا غير المتضررين ب 10 جيجا بايت اضافيه على جميع الباقات. فالبيان ده بقى بيؤكد ان المشكله اتحلت بشكل كامل وان الخدمه رجعت عند كل المستخدمين بدون اي مشاكل. بيؤكد حاجه تانية، وهو ان ما حصلش اي انقطاع في اي كابل من الكابلات البحريه، وان الاخبار اللي طلعت دي كلها مش صح. وكمان بيوضح ان هيبقى في تعويض 10 جيجا هديه لكل المستخدمين، حتى لو المستخدمين دول مش متضررين او ما حصلش عندهم مشكله، فكل عملاء شركه وي هينزل لهم 10 جيجا على الباقه بتاعتهم، ايا كان بقى الباقه اللي هو مشترك عليها، في 10 جيجا هتنزل هديه ببلاش. تعالوا بقى نروح لاخر واهم حاجه معانا في فيديو النهارده، واللي جاي عليها اسئله كتير جدا، هو ايه علاقه ال4G باللي حصل؟ يعني احنا دلوقتي الانترنت الارضي قطع وحصل عندنا مشكله في الانترنت الارضي، جينا كلنا بنفتح الداتا فلقينا ال4G بايظ والانترنت بتاع ال4G بطيء ومش مظبوط. فايه اللي حصل لل4G؟ خليني قبل ما اقول لك ايه اللي حصل اعرفك الابراج بتاعت شركات الاتصالات بتشتغل ازاي، وانت لوحدك هتعرف ايه اللي حصل. فابراج شركات الاتصالات بتبقى مكونه من كذا حاجه، اهمها الميكروويف او البتاع اللي انت شايفه اللي شبه الطبق ده، اللي بيبقى في نص الانترنت او تحت الانترنت، وده اللي بيربط البرج نفسه بالبرج الرئيسي اللي موجود في السنترال علشان ينقل الداتا ديت للبرج. وده بيبقى فيه واحد شبهه محطوط على البرج الرئيسي اللي في السنترال علشان يربط البرجين ببعض ويقدر ينقل الداتا من البرج الرئيسي اللي في السنترال اللي واصل له فايبر للبرج نفسه اللي هيبدا يوزع للموبايلات. بيبقى محطوط واحد زيه على البرج الرئيسي اللي هناك والاثنين في وش بعض، او مش شرط يبقى مربوط بالبرج اللي في السنترال، ممكن يبقى مربوط ببرج تاني والبرج التاني ده هو اللي مربوط بالسنترال، او ممكن يبقى فيه 3 4 5 ابراج في النص، كل برج بيسلم برج تاني عن طريق مايكروويف، وفي الاخر كلهم بيبقوا مربوطين ببرج رئيسي. ده البرج الرئيسي ده لازم يبقى واصل له او قريب منه فايبر علشان هو اللي يغذي البرج الرئيسي ده، والبرج دي الابراج اللي حواليه عن طريق مايكروويفز، والابراج ديت تبدا بقى توزع عن طريق الانتنات اللي هي بتشوفها طويله ديت، ودي الانتنات ديت هي اللي بتوزع الموبايلات. دي الفكره بكل بساطه بدون بقى الدخول في تفاصيل كتير وحاجات بقى تقنيه معقده ومصطلحات وكده. الفكره بقى في ايه؟ ان كل برج من الابراج ديت ليه كاباسيتي معينه او سعه معينه من البيانات اللي تقدر توصل له، سواء بقى كان البرج ده اصلا واصل فايبر، سواء كان واخد بمايكروويف من برج تاني، فالمايكروويف ده ليه سعه مثلا معينه، فالسعه دي بقى بيتم تحديدها بناء على الكثافه السكانيه اللي موجوده في المنطقه والضغط اللي ممكن يحصل على البرج، والمستخدمين دول ممكن يستخدموا قد ايه، لان اكيد مش هيبقى مثلا برج في منطقه سكانيه فيها عدد معين يكفيهم عدد معين من الميجات او الجيجات، والشركه كلفت نفسها تجيب مايكروويف اكبر وتنقل سعه اكبر، وكده كده المستخدمين دول مش هيستخدموها، فتبقى كلفت نفسها على الفاضي. فالسعه دي بقى بيتم تحديدها بناء على الكثافه السكانيه اللي البرج فيها، او كام واحد بيستخدموا البرج وبيستخدموا داتا اكتر ولا مكالمات. طبعا المكالمات بتسحب داتا برضو، يعني كلنا عارفين ان الصوت ده بيتحول لداتا ويروح هناك يرجع للموبايل الثاني يتحول من داتا ثاني لصوت. طبعا بيبقى كيلوات بسيطه جدا، ولكن هو برضو في الاول وفي الاخر يعتبر داتا بتتنقل. فتخيل كده معايا مثلا ان في شركه معينه حاطه برج في منطقه وعندها تقريبا 1000 مستخدم بيستخدموا البرج ده في المنطقه دي، ومخليه مثلا الكباسيتي بتاعت البرج ده 500 ميجا، لان ال 500 ميجا هتبقى مناسبه للمستخدمين اللي بيعملوا شويه مكالمات، بيفتحوا الداتا على فترات لان هم كده قاعدين في البيت فبيستخدموا واي فاي، فما بيحصلش ضغط عليه والدنيا شغاله تمام. ممكن يحصل ضغط شويه في اوقات الذروه، ولكن الدنيا برده ماشيه طبيعي ومظبوطه. تخيل بقى معايا كده الناس اللي هم ال1000 موبايل او ال1000 مستخدم اللي بيستخدموا برج الشركه ديت، اللي مش بيستخدموه على طول، مش فاتحين داتا على طول، اللي الشركه مش عامله حسابهم اصلا، راجعين فاتحين الداتا بتاعت الموبايل بدل الواي فاي، وده كلهم يستخدموا الداتا. فطبيعي جدا الكاباسيتي بتاعت البرج اللي موجود في المنطقه اللي مشغله العدد ده الشركه مش عامله حسابها ان كل الناس دي هتفتح وتبقى عايزه تستخدم داتا مع بعض في نفس الوقت، وبالتالي البرج نفسه مش هيستحمل وهيحصل عليه ضغط جامد جدا. فهتلاقي الشبكه موجوده عندك لان البرج قريب منك وجايب شبكه و4G، ممكن تبقى مقفله كمان، ولكن مفيش اي انترنت بيفتح. تعمل سبيد تيست تلاقي سبيد تيست جايب معاك اقل من نص ميجا، وساعات اصلا ما يجيبش ويقعد يفصل ويرجع، لان الاولويات تبقى للمكالمات. يعني لو حصل ضغط جامد جدا ممكن توصل ان هو يفصل الانترنت اصلا على المستخدمين عشان المكالمات نفسها ما تقعش. بس هو ده كل اللي حصل لما الانترنت الارضي بيقع في اي منطقه، فبتلاقي الناس كلها فتحت الداتا، فالابراج
مش مستحمله الضغط ان كل الناس دي تفتح الداتا مع بعض وتستخدم الانترنت عن طريق الابراج في نفس الوقت، فبيحصل عليها ضغط والانترنت بيبقى بطيء جدا. وعلى فكره ده برضه هتلاحظوه في اوقات انقطاع الكهرباء، اول ما تلاقي مثلا منطقه معينه الكهرباء قطعت فيها فالناس كلها بتفتح الداتا، فبتلاقي حصل ضغط جامد جدا على البرج والانترنت بقى بطيء عن طريق ال 4G. وبس، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو وتنزلوا تشتركوا في القناه، وطبعا على فيسبوك وانستجرام وتيك توك واكس علشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم جدا على المشاهده واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. Something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make